السلام عليكم. يوم أخبار جديد مع صوت زملكاوي. طبعا خلال الفترة اللي فاتت دي كنا كلنا بنجهز نفسنا إن احنا نبقى على القمة ونقدر إن احنا نتصدر الدوري، لكن أنت ترفض الهدية يمكن المرة التالتة أو الرابعة دي من النادي الأهلي، وبدل ما تصدر للنادي الأهلي مشكلة صدرت لنفسك أنت مشكلة. البيان بتاع زيزو الأخير اللي أصدره بزيزو، يمكن مجلس الإدارة شعر بالارتياح بتاع زيزو تواصل مع رئيس الزمالك خلال الساعات الأخيرة ديت وبلغه بانتظاره تفعيل الاتفاق المحسوم فيما يتعلق بتمديد عقده. ولكن التوقيع بعد تحقيق 3 شروط. ايه ال3 شروط اللي زيزو طلبها؟ زيزو اشترط للتوقيع انهاء ازمة مستحقات اللاعبين المتأخرة والتجديد لكل اللاعبين وجلب صفقات جديدة وحل الازمة المالية وارجاء ملف توقيعه على العقود الى حين انهاء التزامات النادي. ده احدى شروط زيزو شايف انه ليس من المنطقي التوقيع حاليا على عقود التجديد قبل حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية. والد زيزو عدلي المنيا في انتظار إنهاء كافة التزامات النادي المالية والتعاقدية والعودة للتوقيع بعد تحضير مقدم العقد. زيزو جماعة أكد لمسؤولي نادي الزمالك إن هو هيستنى وهينتظر ويتحمل الظروف المتعلقة بمستحقات اللاعبين والتجديدات، وإن رغبته الأولى والأخيرة هي الاستمرار مع الزمالك. وقال نصا: خلصوا اللي عليكم واطمنوا أنا معاكم ومفيش مناقشة في أي عروض. الأهلي طبعا فارض يا جماعة وكيل سري خلال الفترات اللي جاية للتواصل مع زيزو والمقربين من اللاعب، وعاملين إغراءات للاعب بفكرة المشاركة في كأس العالم للأندية وكلام من ده. الوكيل اللي هو موجود ده وبيحاول يتفاوض مع زيزو أول حرف من اسمه عين ميم، وتواصل من يومين مع زيزو، وزيزو يمكن عمل بلوك للشخص دوت. الوكيل المفوض من الأهلي ده بيتواصل يوميا مع مقرب من مقربين زيزو بشأن رغبة الأهلي في ضم اللاعب بمبلغ خيالي وعمولة بالدولار للمقربين في حالة إنهاء الصفقة، ومفيش حد بيجيب على اتصالات الوكيل دوت. زيزو قال نصا لناس من مقربين له: هو رغبة الأهلي في ضمه، أنا مش غبي عشان أروح النادي الأهلي وأخسر تاريخي مع الزمالك، مش محتاج حاجة من الأهلي، أنا هنا بصنع التاريخ والزمالك لا يقل أهمية وقيمة عن النادي الأهلي. طبعا يا جماعة خلال الفترة الجاية بقى هيكون المسلسل المتفق عليه لإثارة البلبلة في الساعات الجاية هي مفاوضات الأهلي مع زيزو، ونغمت بقى المفاوضات هتترفع بشدة في وسائل الإعلام طبعا وعلى أرض الواقع، وزيزو مستمر كده كده إن شاء الله مع الزمالك وإن شاء الله هيمدد عقده. لكن هتلاقي الإعلام خلال الفترة الجاية هيبتدي يشتغل بقى إن زيزو في تواصل ما بينه وما بين الأهلي وإن في عروض لزيزو. خلال الفترة الجاية هتلاقي الدنيا ماشية بالطريقة دي، وهتلاقي طبعا هيطلع كل يوم الصبح زي نفس الكلام اللي حصل مع بن شرقي وساسي، كل يوم الصبح زيزو تجديد زيزو، زيزو تجديد زيزو، نفس القصة لغاية ما يرحل زيزو. هو ده المخطط اللي هيحصل خلال الفترة الجاية. مجلس إدارة الزمالك احترم وقدر بيان زيزو الأخير وخلق ده نوع من الأريحية جوه المجلس بعد تقدير زيزو الكبير للنادي ولظروف النادي. وإن شاء الله إن شاء الله زيزو مجدد مع نادي الزمالك، لأن ما ينفعش يا جماعة زيزو ينزل. السكواد اللي عندنا ده أنت هتخسر لاعب زي زيزو، طب هتجيب مين؟ لازم خلال الفترة الجاية أنت تجيب وتدعم بلعيبة أكتر من كده. لازم أنت محتاج لعيبة. المباراة القوية بتبين إن أنت فعلا ما عندكش سكواد، فعلا ما عندكش سكواد. ولغاية دلوقتي شلبي ما أثبتش نفسه. أنا شايف وأنا قلت قبل كده لازم شلبي يفضل مستمر فترة طويلة بنفس المستوى، لكن فين شلبي أمس؟ فين شلبي؟ طبعا رسالة الجماهير بالأمس طبعا كان في غضب جماهيري، ورسالة الجماهير لمجلس إدارة نادي الزمالك: اللي هيتشرط يمشي غور نادي الزمالك هو الجمهور. رسالة قوية للمجلس إن نادي الزمالك باقي بجمهوره وليس بلاعبين. فهي دي كانت الرسالة من جمهور الزمالك العظيم. خبر حزين. دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك طبعا في تصريحاته المركز الإعلامي إن كان في فحص طبي وإشاعة خاضع لها المسلوسي أثبتت تعرضه للإصابة في الركبة أمس، والإشاعة النهاردة بعد ما تم إجراء أثبتت بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وهيتم ترتيب إجراءات سفر حمزة المسوسي للخارج للعرض على إحدى الأطباء والخضوع لجراحة الرباط الصليبي. ألف سلامة على المسلوسي، يمكن دي الإصابة الرابعة لنادي الزمالك، وألف سلام عليك يا مسلوسي.
كريستيان جروس قال تصريحات قوية جدا في المؤتمر: الزمالك اليوم حاول وفريق مودرن سبورت دافع بشكل جيد وضيق المساحات قدامنا وكنا في تحسن خلال الشوط الثاني. جنش حارس مودرن تصدى لكرة خطيرة جدا لصالح الزمالك، وإصابة حمزة المسلوسي تسببت في خلل وخسرنا في الجزء الأخير من الملعب. عدم مشاركة اللاعبين الأجانب، أنا من يتخذ القرار وبمن يشارك أو لا يشارك. أثق في اللاعبين المحليين الذين أدفع بهم، وسأظل أثق في اللاعبين المحليين. زيزو شارك في مركز صانع الألعاب من قبل، وهذا قراري في ظل غياب عبد الله السعيد، وفي كل الحالات يجب أن يكون لدينا العناصر التي تستطيع اللعب في مركز عبد الله السعيد. عايز أقول لكم يا جماعة، يعني مش عايزين نبصوا للموضوع بشكل سوداوي. المباراة امبارح فيها سوء حظ كبير جدا، والزمالك قدر ان هو يخسر فرص. وامبارح جنش تصدى الكور كتير على فكرة جوه منطقة الجزاء، والزمالك قدر يصنع لعب، لكن الحظ امبارح ما كانش فيه بيصب في مصلحة نادي الزمالك. والحكم برضو تغاضى عن حاجات كتير. برضو كان لينا اكتر من 3 ضربات جزاء، يعني على الاقل بتاعت بنطايق واضحة جدا ان اللاعب داخل عليه. الدليل على كلامي ان هو يستحق ضربة جزاء، وان هو لاعب فيوتشر سند برجله على بنتايك، ان هو بعد كده وقع عليه. ما هو وقعه ووقع عليه، فهو لو هو مش ساند عليه، لو هو لاعب فيوتشر مش ساند عليه، ليه بعد كده كمل بقى ووقع عليه؟ او لو بنتايك هو اللي دخل سند عليه، فانت وقعته ووقعت عليه. فده دليل واضح للحكم ان لاعب فيوتشر وقع على لاعب الزمالك، وان هو يستحق ضربة جزاء يعني. لكن ارجع واقول لك لنا الله، جروس بعد اي نتائج سلبية بيمارس التدريبات عادي، وهيمارسها بشكل طبيعي على ملعب النادي دون اي راحة. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر تنتهي أخبارنا. كان معكم عادل أحمد سوز زملكاوي، وشكرا لحسن متابعتكم، وعلى وعد باللقاء.